ابو نرجس اذا موجود دز لي طلب، انت دز لي، ما اريد ادوس الاني هذه. عليكم السلام ورحمه الله. ابو نرجس دز لي. اي تمام. يعتذر. دزيت لك ووافقت لك وقال لي يعتذر، يقول لي يعتذر. ابو نرجس اخاف الصداقه اللي بيني وبينك ما موافق عليها انت. شوف الصداقه اللي بيني وبينك. الثاني راح ادز لك. هاي موافق. الله يسلمك حبيب ابو وهب الهاشمي، الله يعزك ويسلمك. دي مستر الفحماء، عليكم السلام ورحمه الله. اي خلي شوف والله ابو فواز يقدر يصعد. ابو فواز دزيت لك دعوه والله، شوف تقدر تصعد. ابو فواز صعد. السلام عليكم يا اخوي احمد، كيف السلام حالك؟ ورحمه الله وبركاته. طيب ان شاء الله يا رب. الصحه حياك الله. والله الحمد لله، احنا ما نتعدى على اخونا ابو نرجس، بس عاد ما عنده مشكله الظاهر. نشوف شنو المشكله. هسه هم وافقت له مره ثانيه. يمكن الاضافه مو ضايف احمد. لا يمكن النت يمه ضعيف. يمكن والله ما النت هسه شوف جاري الاضافه دي يضيفه، وافقت له دي يقول لي جاري الاضافه جاري الاضافه. اي صعد يا الله. جاري الانضمام. شوف جاري الانضمام. هاي لوفت ادم صعد ونزل. يما ابو نرجس دز له مره ثانيه احمد، يمكن يما مشكله بالنت. حج النت فول لعد. ليش ابو نرجس صعدت واحد؟ لا انزل انا احمد يمكن احسن. سلام عليكم. خليه يصعد. ما اعرف. الله يسلمك يا اخوي وسام الطيب البطل، انت والاخوان كلهم. وكانه دا يقرا يمي، كانه دا يقرا يمي انه انت صاعد دا يقرا، لان حتى من تدوس اضافه يقول لي مضيوف، يعني يقول لي مضيوف. ايش دا يقول لي؟ ما اعرف. تطلع الكلمه يمه. هسه راح ادز لك طلب والله. انا بنزل احمد ودز له يمكن. لا بس دقيقه ابو فواز، بس دقيقه. يا الله يا الله. ابو نرجس نورك يا بطل. الله يسلمك. خلي نبدي بالحلقه. خلي نبدي بالحلقه. نسوي بروفه. خلي نبدي بالحلقه اول مره وشوف منا لحد ما ابو نرجس يقدر يصعد، او نخلي ورا الله انت والاخوان كلهم. زين ابو نرجس. شو وقت تقدر تصعد؟ شوف شو وقت تصير ممكن تصير تقدر تصعد نصعدك، وهم نكمل البث وياك. خلي نستغل الوقت. طبعا خلي نسوي مقدمه بالبدايه قبل ما ندخل بالموضوع. اخوان انتم مثل ما تعرفون احنا قلنا راح نسوي حلقات، وهذه الحلقه الاولى عن تجهيز الحمام. من هسه حاليا احنا اليوم 8 بتاريخ 8/9/2023، احنا حاليا شهر التاسع، وان شاء الله راح نسوي حلقات كل اسبوع عن قبل فتحه الحمام، عن فتحه الحمام، عن تجهيز الحمام بعد الفتح، حلقه عن تدريب الحمام، حلقه عن قبل السباق، حلقه ويا السباق. نسوي على شكل حلقات. طبعا اخوان انتم مثل ما تعرفون كل جناي بطل عنده طريقه معينه، ماكو جناي بطل يشبه طريقته تشبه طريقه احد. كل الجناي الابطال، اذا عندك 100 بطل 50 بطل كلهم عندهم نتائج، كل جناي عنده
فالطريقه معينه. فانتم اذا شفتوا المعلومات مختلفه، مثلا معلومات ابو فواز عن معلوماتي عن معلومات ابو نرجس، معلومات ابو نرجس تختلف، فكل جناي عنده طريقه، لكن بالنتيجه انت راح تقدر تستفاد. وضروري انت يا اما تمشي بكورس علاوي او كورس حسين او كورس ابو فواز او كورس ابو نرجس، ضروري تستمر ويا جناي واحد. ما يصير انت تمشي ويا 3 جنايه سويه وتاخذ من هذا الشخص وتاخذ من هذا الشخص، طبعا ما يصير. فالمهم الاهم انه انت تمشي تاخذ كورسك ويا جناي شخص واحد. حتى انت من ممكن تحتاج شيء تقدر تخابره، تقدر تتصل به، تقدر تراسله ويوجهك ويعطيك المعلومات الصحيحه. فهنا اليوم اخاف هذا اليوم او حلقه ثانيه او اسبوع لا تلقى المعلومات، كل جناي عنده معلومه مختلفه عن معلومه، راح تقول الما ناخذ تاخذ معلومه شخص واحد. بس احنا اليوم سوينا متقصدين انه ننوع لك، هذا الجناي بطل بالرصافه، هذا الجناي بطل ببغداد، هذا الجناي بطل بالكويت. انت شنو تحب تاخذ معلوماتك، كورسك تمشي عليه، تعليماتك تمشي عليها، تستمر ويا شخص واحد تاخذ معلوماتك. حتى هاي المقدمه حتى لا تختلط عليك الاوراق، لا تقول هذا الجناي معلوماته تختلف عن هذا، لا، كل جناي عنده طريقته الخاصه وتمشي على الطريقه الخاصه. طبعا ابو نرجس هم وافقت لك على الطلب، سبحان الله، ما اعرف بلكي من الفد شوي يختلف. فخلينا نبلش ويا ابو فواز. ابو فواز طبعا احنا شاكرين لك وشاكرين لابو نرجس قبول الدعوه وممنونين، وان شاء الله يا رب في ميزان حسناتكم ويرحم والديكم ورحم الله والديكم على كل المعلومات اللي تقدموها. احنا اليوم تاريخ 8 بعد تقريبا 20 يوم على فتحه الحمام. نريدك شويه تسولف لنا وللجناي الباقين انه الشخص الجناي قبل فتحه الحمام شنو ممكن اللي يهيئه وشنو ممكن اللي يسوي بالتفصيل الممل. المايك لك ابو فواز. الله يجزاك خير يا اخوي احمد على هالمقدمه الطيبه، وبميزان حسناتك ان شاء الله، وعسى الله لا يخيب تعب كل مسلم يا رب ان شاء الله. انا كنا نتمنى ان اخونا ابو نرجس تصير البدايه منه، يعني احتراما وتقديرا له لانه بطل ويستاهل كل خير يشهد الله. ولكن نفس ما قال اخونا احمد كل واحد له طريقته الخاصه فيه، يعني ماكو يعني طريقه تشبه الطريقه الثانيه. واذا قلنا شيء اختلف مع غيرنا يعني هذا مو تقليلا بطريقتهم يشهد الله يعني، ولكن في اشياء تلقانا نتشابه فيها وفي اشياء تختلف هو الادارات فيها، تمام. نعم. وكل واحد طريقته اللي يشوف هي الاسهل. انا من ناحيتي يا اخوي احمد انا احب يعني شنو، اول شيء عندي قواعد واسس ما فيها لعب نهائيا. يعني العلاجات اذا بعطي الحمام علاجات لازم يكون يعني العلاجات تكون داخل لوخة الحمام افضل شيء، ما يطلع وقت العلاج، واشيل عنه الاملاح والمعادن والكلس على اساس انها ما تبطل من مفعول الادويه او تضعفها بشكل كبير يعني. فاتجنب الاشياء هذه اول شيء. اول ما اطبق النثايه على الافحل مثلا اعطيهم مثلا اللي هو كوكسيديا وسالمونيلا والكنكر، اذا في 3 او 2، المهم ان سالمونيلا وكنكر مع بعض ما عندك مشكله لمده 6 ايام الى 7 ايام، تمام. نعم. واطبق النثايه على الافحل معاي يا اخوي احمد. اي نعم معك. فعاد اذا طبقناهم، طبعا الافحل تكون فيها شراسه الصيف كلها معزوله، وهذا انا ليش فضلت انك تعطيهم؟ لان تضعف النثايه في المشاحنات مالت الافحل احمد، فاهم شلون؟ فتتعب، ممكن بعضهم ممكن يتسلل فيهم التعب المرض هذا. فانت لما تعطيه كوقايه فبعضها يتوالى في الحمام بعد 3 ايام 4 ايام. يعني ابو فواز اذا تسمح لي، يعني هسه اول شيء ركب الحمام، ايش تفضل شو وقت الركبه؟ يعني بعد يوم، بعد يومين، بعد 3 ايام قبل فتحه الحمام بشكل؟ انا افضل انه يبلش من بكره، يعني يبتدي اول شيء الكنكر 5 ايام. نعم. وبعد الكنكر على طول، لانه ما في وقت، يعني الوقت انا على حسبه الكويت عندنا يعني. نعم. احنا 11 بطل عليهم يعني، فاهم شلون؟ احنا خلينا نقول 1/10 نفتح الحمام مثلا، 1/10 حل اوسط. يبلش بالكنكر اول شيء، تمام. والاكل اخوي احمد نظام الوجبه الواحده انا افضله صراحه. الوجبه الواحده عندي الافضل، لان الوجبه الواحده لها فوائد كثيره. يعني من فوائدها يعني مثل ما تقول ان الحمام بعد ما توكله العصر ويطلع من باكر ويطير الصبح، انزين. فلما يطير مثل ما تقول 40 دقيقه 45 دقيقه وينزل، يكون شنو ساحب جميع الشوائب اللي موجوده بالحوصله، هذا رقم 1. نعم. تمام. ولما يدخل يلقى الكلس قدامه، كلس جديد قدامه على طول ياكل منه، تمام. من ياكل من الكلس ويشرب من الماء،
اخوي احمد هذا نظف الحوصله اللي هي الخزان ماله بالماء والملح، تمام؟ نعم. والماء والملح هو المعقم عن البكتيريا والامور المشاكل الصحيه اللي تحوش الطير. وبعدين هم يعني مثل ما تقول الحمام يكون قوي دائما. حمام الوجبه الواحده انا اشوفه قوي مو كسول، دائما قوي، لان دائما بحركه دائمه، لانه يكون جوعان بطنه فاضي ويتحرك. بس اني اذا اعطيته اكرمه، يعني اهم شيء ان الحمام اذا كتيت له الاكل بالمعلف العصر مثلا لازم يبقى اقل شيء اللي يبقى بالمعلف لما يروح الحمام كل واحد رفه، اقل شيء اللي يبقى تقريبا لو ربع فنجان، يعني لو تجمعه تلقاه يطلع لك ربع فنجان صغير. فهذا هو العيار الصحيح. انا اشوف، انا ما امشي بالجرامات والكلام هذا نهائي، يعني نعم. صراحه. لان الحمام يبي يبني عضل اخوي احمد، ما يصير انت تقلل عليه الاكل، لان الرجيم مو نفس البنيان، الهدام مو نفس البنيان من اخوك. نعم. وهذا يكون رياضي، لازم يكون ماكل اكل 100% صحته تكون. فنعطيه الكورس هذا احمد، ندخل الفحول على النثايه، نعطيهم نبلش فيهم بالكنكر وكوكسيديا او السرمونيلا. السرمونيلا المده، السرمونيلا لازم السرمونيلا لازم 7 ايام مع الوجبه وتعطيه، ومع ماي بارد طبعا. وبعد ما يخلص عن بعدها بساعه يبدله يحط له ماي صافي، تمام؟ زين. وبعد الماء اي بعد الماء. ابو فواز، انت قلت كنكر وسالمونيلا. الكنكر تفضله من الصبح لليل لو بس لا بفتره لا العشاء؟ لا كل كلام، كل الفيتامينات والادويه احمد اخوي انا اعطيهم مع الوجبه. بس. ليش الوجبه؟ لان مع الوجبه اخوي احمد يشرب 3 دفعات نعم. ماي، اي نعم. فياخذ اكبر كميه من العلاج. اما اذا اعطيته الصبح كانه واحد عطشان وتعطيه قلاص ماي نعم. يروى، بس ما انت تبي يستفيد من الدواء بشكل قوي، فتعطيه على يشرب 3 دفعات، يعني بعدها بساعه تشيل الماء تكته وتحط له ماء صافي. انا نعم. ايد الماء الصافي للدرجه الاولى، اي منتج ومنتج لازم بينهم من 2 إلى 3 ماء صافي، علشان يطرد السموم اللي موجوده بجسم الطير اخوي احمد، لان كل نعم. منتج نعم. يترك له سموم، فاهم اي قصدي؟ نعم. اي. ويدخل النثايه العلاف حق قلنا، ويعطيهم اللي هو السرمونيلا 7 ايام، وبعدين يوقف يومين اوف يعطيهم ماي صافي، وبعدين يرد السرمونيلا ثاني مره 3 ايام، لان السرمونيلا علاجها 7 ايام مع الوجبه ويومين اوف ماي عادي، وبعدها تردها 3 ايام على اساس اذا بيض لها فقس تقضي عليه. هذه الطريقه الصحيحه يعني. نعم. تمام. نعم. وبعدها عادي يبلش اللي هو بالتنفس، وبعد التنفس ال5 ايام بعدها بيومين يقصر عليه الحمام. اذا كان ياكل 3 قلاصات يعطيه مثل ما تقول قلاصين، علشان بكره بيعطيه دود. يجي الساعه 1 الظهر يعطيه الدود، والساعه 4 ونص يوكله او 5. تمام. يعني ابو فواز، انت طريقتك بتعالج الدود قبل فتحه الحمام؟ اي يا احمد، لان انا عندي النظام للامانه نعم. يعني. نعم. نظام السباق عباره عن كورس 3 اشهر اخوي نعم. احمد. انتبه للكلام. نعم. كل شهر فيهم الوقت فيها يضايقك، اذا طاف عليك يوم جتك امطار جاك اثر عليك، فاهم؟ ياخذ من رصيدك. نعم. تمام. نعم. اي. الشهر الاول اللي هو من 1/9 المفروض ل 1/10 اكون خالص من العلاجات كلها. تمام. نعم. من 1/10 اي اطلعهم برا، برا واليقهم واعطيهم الفيتامينات والامور هذه. تمام. يعني ابو ومن فواز 11 انت هو تطيب. التدريب بس. اي 3 اشهر يعني. اذا ما اعطيت ونظفت الطير وهو داخل اللوفت اخوي م. احمد، وطلعته برا وطيرته، اذا حشتني اي مشكله لازم اوقفه على اساس اعالجه، صح ولا لا؟ نعم. فاذا طحت، فانا سحبت من رصيد اللياقه اللي هو الشهر مال البيت، نعم. صح ولا لا؟ فراح تضيق علي الدائره، تصير عندي شهرين ما اقدر زين اجهز فيها علاجات. ابو فواز، انت قلت الديدان انه نعطيه جرعه واحده؟ الديدان انا ايد صراحه كل جمعه تعطيه 3 جمعات ورا بعض، كل جمعه تعطيه مره، 3 زين. جمعات افضل شيء. زين انت حتفتحها، هم من تفتحها هم تعطيه؟ والله اذا بتفتح تقدر تعطيه النظام اللي قاعد اقول لك اياه. بعد التنفس قلنا قبل لا يبطل على حمام اي. يعطيه حبه، ويسجل التاريخ، نعم. بعد 14 يوم يعيدها عليه. هذا احنا ليش سجلنا التاريخ؟ لان خلصنا بعد ما تعطيه حبه الدود تريحه يومين ما يطلع طبعا الحمام نعم. من الكورس. اليوم الثالث تطلعه من بعد الحبه، اليوم الثالث. ليش؟ لان نعم. الحبه تتعبه. وتبلش عاد فيه اللي هو فيتامين 5 ايام مع الوجبه، لازم فيتامين على اساس يتشبع جسم الطير. ولما يتشبع بعد ال5 ايام بعدها يصير باسبوع يوم واحد، خلاص كافي. زين ابو فواز، يعني انت تركب الحمام وتبدي تعالج؟
شلون اركب يعني من لا باكر انا من باكر او من عقب باكر تركب الحمام، يعني تطبق الانثايه والذكور وتخلي طوس جواهن؟ لا انا احمد لا ما احط طوس. اول شيء ابلش بالنثايه بروح والفحوله بروح يومين، وبعدين ادخلهم على بعض، يكون مفعول الدواء اليوم الثالث متقابلين مع بعض. فيكون الحمام. فهمت قصدي يا احمد؟ يعني باكر مثلا تعطي كنكر، وبعد باكر تعطي كنكر، وبعدها بيومين تركب الحمام، تطبق الحمام وهم جواهن كنكر. اي الكنكر لازم تكمل به عليهم. نعم. لازم تعطي النثايه افضل. نعم. يومين بروحهم والفحوله يومين، بعدين تدخلهم على بعض، يكون النثايه اقوياء ما يطيحون، لانه راح يصير مطاردات وكذا، فممكن تتعب النثايه اخوي احمد بدون علاج. نعم. فيتعب عليك. اي هذه من الاساسيات انا عندي. نعم. وبعدين انا ما ايد، يعني في ناس تأيد البيض صح ولا لا اخوي احمد؟ في نعم. ناس يقول لك حط يبيض قبل لا يطلع. انا ما ايد صراحه. ليش؟ لان البيض راح يشغل اخوي احمد. فاهم شلون؟ حتى البيض حافز بالسباقات يستخدمونه صح ولا لا؟ على اساس يفوز. يعني يخلي البيض راح يشغل الحمام باله بالبيض، وتطلعه برا ما يطير، ما يعطيك على كيفك. فلازم تعزل عنه البيض على اساس ما في شيء يربطه باللفت بسرعه يتليق وياك. هذه من الاساسيات اخوي احمد. اي نعم. اي نعم. يعني ابو فواز، انت هسه من تركب الحمام وتبدي تعالج به، ما تخلي جواهن طوس حتى يبيض؟ لا ما احط طوس كلش. ما تخلي، يعني من تفتح الحمام اساس اعلمك انا لما اطبقهم انا احفز واخليه يبيض واخلي كل شيء، بس مو الحين. وقت اللي انا اريده. تمام. فاهم الله؟ يعني نعم. عندي خطه وعندي واعرف متى اخلي الحمام يبيض، على اساس يكون يدش السباقات بعدها الحمام صار له اسبوع مبيض، 5 ايام، بعضه مطاريد. فاهم قصدي اخوي احمد؟ يعني انت طبيعتك من السابق الحمام مطبوق ما مطبوق. اي اكيد مطبوق. انا احمد انا ايد ان الحمام المطبوق هو الافضل صراحه. نعم. عندي انا هو الافضل. واذا لام عش وتحته بيض وكذا، هذه كلها حوافز. يعني الطير قوي وتعطيه حوافز اقوى، فراح تشوف يعني منه في حنين حيل للوفت يا اخوي احمد. فاهم قصدي؟ اي نعم. صحيح. زين ابو فواز نتكلم عنها وقت لما نفتح على الحمام، بس احنا الحين نبي شنو؟ نبي العلاجات. الكورس كامل. ليش انا نظفه الحين اخوي احمد؟ نعم. علشان لما اطلعه واضغط عليه احمد ما يطيح علي الحمام، لان نعم. الحين ما يبين الطير اذا بيه الشغله وانت تشوف اكله زين، انت حس بالك ان الحمام ممتاز صح ولا لا؟ بس لما نعم. تبطل تبتدي عليه الضغط تبين عاد اذا بيه مشاكل صحيه. فاهم قصدي؟ نعم. اي تبتدي يعني تبين. لما تبين فانا ما اقدر اعالجها في الوقت هذا. ليش؟ لان الوقت ضيق عندي، انا ضيقت على نفسي. فانا انظف الحمام الحين علشان لما اطير الحمام اكون متاكد اني منظف الحمام درجه اولى. اي طير يطيح اعرف ان هذا ممكن خلل اعاقه فيه بعد، مو بس يعني هذا، لاني انا منظف الحمام متاكد. فالحمام الثاني صاحي اشيله هو من بينهم واعزله، هذا عنده خلل. فاهم قصدي؟ فما نعم. اخلي يوصلني نهائي، لان ما عاد في مجال انك تخسر كل يوم. كل يوم انت بحاجته. تفتح الباب والحمام كله نظيف من كل شيء. ايوه عافيه عليك. نفس اللي بيطلع سفر اخوي احمد لازم ينظف السياره، يشيك عليها، ما ينطر لما يطلع وتخرب. وبعدين الوقت ضيق، عندك شهرين اللي هو لياقه البيت والتدريب. ما تقدر تاخذ رصيد وتحطه للادويه، فانت ضيعت نعم. هذا وهذا. فاهم نعم. قصدي؟ اي نعم. فعشان انظفه وعلى اساس لما اجي اضغط على الحمام وكذا اكون انا مطمن نفسيا. اما الحمام بعض الحمام اخوي احمد داخل اللوفت ما يبين اذا به مشكله. فهمت قصدي؟ بس نعم. من يجي خفيف تبتدي يبين ويطيح الحمام. لما يطيح الحمام راح ترد تعالجه وتسكر عليه اسبوع 8 ايام 10 ايام، فانت خسرت من الشهر مال الطيران للبيت اللي هو 10 ايام راح من رصيده. فاكيد انك راح تحاول تضغط على الحمام بعدين تخرب الحمام كله يخرب عليك. فاهم قصدي؟ فالافضل شنو؟ الافضل اني انظفه واطلع اعطي كل شهر شهره. شهر العلاجات اخلصه داخل اللوفت، بعدها الشهر الثاني اللي هو اخوي احمد اللي هو الفيتامينات والبروتينات. انا مو فاضي اعالج اذا يطيح الحمام، بعدين انا راح اتورط. انا بدخل فيتاميناتي، بدخل بروتين، بدخل الخميره، يعني بشتغل على الحمام صح وبليقه. مو فاضي ان الحمام يطيح، فلازم انظفه وبعدين اطلع عاد واوكل الله. طبعا هذه الطريقه الصحيحه انا اعتبرها، يعني ما في مجال للاخطاء اخوي احمد. نعم. ابو فواز انت السابق الحد السباق الحمام مطبوق. اي على طول مطبوق اخوي احمد. هاي طريقتك، بهاي الطريقه اللي انت ماشي بيها. اي احمد انا الطريقه اللي انا ماشي بيها
صراحه يعني انا شفت منها نتائج جدا راقيه صراحه. نعم. ليش؟ لان انا بالنهايه اخوي احمد اقلب الطاوله على الحمام. شو اسوي به؟ اخذ له بريك قبل السباقات اقل شيء ب 14 يوم الى 13 يوم، تمام؟ نعم. والبريك هذا من اريح الحمام واخليه هدد على راحته واحط له فخار واحط له هذا، وبعدين اخوي احمد وفرمته اعطيه 3 ايام 4 بواحد وكذا، واخليه هدد 4 ساعات، حط له دش برا الحمام وقط له سعف يلم عش كذا يبيض. ما يجيك السباق قبل السباق 5 ايام الا اغلب الحمام مبيض، اللي مو مبيض قاعد يطارد الفحل، يطارد تودي الفحل وتخلي النثيه اللي ما باضت. فاهم قصدي؟ فتلقى الحمام يرد يعني بطاقه مو طبيعيه. نعم، يعني قبل اول سباق. اي هذا بريك لازم امسكه. ليش البريك هذا اخوي احمد؟ لان نفس الطيران شهر فوق البيت ونفس التدريب هم شهر. الحمام يحتاج بريك تنظفه، لان انت على وجه السباق، فلازم انك تنظفه وتعطيه الراحه، لان الراحه من ضمن التدريب اخوي احمد. هي الطاقه، احنا نبي الطاقه هذه ونبي المعنويه. زوجناه وحطينا له الفخار، حطينا له العيش، خليناه هدد، حطينا الماي برا 3 ايام الى 4 ايام، من الساعه 12 للساعه 4 ادخلهم، ما اقرب صوبهم، خليهم يلعبون يتفاسدون يستانسون يلمون عيش، فتصير حيويه مو طبيعيه. بعدين بعد ال4 ايام نسكر عليه يومين الى 3 اقصى حد، تمام؟ نعم. وبعدها قطتين 30 كيلو 40 كيلو وخلاص والسلمه، راح تشوف الحمام بيطير طيران بالقطتين هذولا ما طار الموسم كله. زين ابو فواز، منا لحد فتحه الحمام الوجبه الطعام تبقى واحده على طول. شنو تفضل نوعيه الاكل؟ والله احب الخلطه الدسمه يا اخوي احمد أنا. ليش؟ لان يقولون البدو عاد اكل الرجال على قد افعالها. هذا حمام مقاتل يا احمد. نعم. انت تبي تفوز لك على اعداء هائله وانت حمامك تغذيته مو زينه، فاهم قصدي؟ نعم. مستحيل حتى لو كان بالحمام. فعشان كذا انا افضل طيران العصر. ليش اخوي احمد؟ بالوجبه الواحده، لان الحمام لما يطير بطيار ثاني مطيارين خفيفات العصر اسخنه بس تسخين وينزل، من يدخل وهو حامي بي 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 حط له الاكل ياكل الخضر واليابس. نعم. تمام؟ بقوته ياكل. حتى الحمام لما تحكره ستوك اخوي احمد وتيجي بتوكله ويشوفك انت بس صفر له تلقاه يرفرف، لو تقعد 5 دقائق وانت تصفر هو يرفرف. ليش؟ يسخن جسمه. كل ما سخن جسمه اكل اكثر، كل ما اكل اكثر صار اقوى اخوي نعم. احمد. فاهم قصدي؟ زين. انا اعتبر المزاج نفس الغطار الفحم، لازم تدشه يعني كل ما اعطيته فحم كل ما صار اقوى. هذا بنزينه ما يلعب فيه. زين ابو فواز، بعد فتحه الحمام مثلا احنا ما نريد ننتقل لهاي المرحله، يعني بعد فتحه الحمام ممكن ان ننزل وزنه؟ لا مستحيل انزل وزنه اخوي احمد. انا بالعكس راح ازيده اكل اصلا. ليش ازيده اكل؟ دقيقه بس معلش يا اخوي احمد. تمام. اخوان، اذا عنده سؤال منا لحد فتحه الحمام، احد عنده سؤال خلي يكتب لنا حتى نبدي نرد على الاسئله منا لحد فتحه الحمام. وهي فتحه الحمام ايضا راح نسوي حلقه ان شاء الله تكمله، حلقه ثانيه ونسولف بعد فتحه الحمام شنو اللي ممكن نسوي. فاي واحد عنده سؤال عنده استفسار ممكن يسال. سموحه يا بعد راسي. ايه وين وصلنا اخوي احمد؟ على الاكل بعد فتح، يعني من وراء فتحه الحمام ما تخفف الحمام، ما تخفف وزنه. اخفف عليه اخوي احمد. في خطا يطيحون فيه الهواة للامانه. نعم. وانا بوضحه وكل واحد يشوف من زاويته صراحه يعني. نعم. للامانه. نعم. اللي هي الفورمه. نعم. الفورمه شنو هي؟ اللي هي الفورمه طبعا اللي هي تعتبر اعلى درجات التجهيز في الحمام الزاجل. نعم. اذا وصل الحمام اللي بالفورمه هذا لو عدد الحمام يمكن 100,000 راح يتغلب سبحان الله. فيقولون هذا حمام فلان انت حمامك دخل الفورمه ما دخل الفورمه، يسال يقول لا والله للحين مو بالفورمه. شلون يعرفونها الفورمه اخوي احمد؟ من اول ما نطلع الحمام راح يكون به اخضر لون والبنفسج والاحمر، صح نعم. ولا لا؟ برقبته عدل. اي فتلقى الاحمر اخوي احمد من تحت يقعد يصعد عليهم او من فوق، والله ماني ذاكر قاعد تنسى. نعم. اي نعم. الاحمر يبتدي مع الايام ومع فيتاميناتك ومع مطيارك ومع شغلك، يقعد الاحمر ياكل من البنفسجي والاخضر، تمام؟ اي نعم. ويقعد يمشي بالرقبه، يمشي لما الاحمر ياكل الرقبه كلها، تمام؟ نعم. بعد الرقبه سبحان الله ينتشر هذا اللون الاحمر، حتى لو كان لونه ازرق اسود الطير ايا كان لونه،
تشوف عليه نفس الغشاشه الحمراء اخوي احمد، فاهم؟ نعم من راسه لتحت، تمام. نعم. وتلقى عين تقلب نفس الزجاجه وتصير صافيه جدا، ويصير الحمام بحاله حركه وانتباه مرعبه. يعني ممكن يطير له 45 دقيقه يطب ينزل، بس اقل من ثانيتين يكفخ مره ثانيه ما تشوفه، يروح له بعد نص ساعه، تمام. نعم. فهذه هي. تجي تلقى الحمام من تشيله تلقى ما فيه وزن، الصغير منه الضخم وهذا تشيله ما فيه وزن، الصغير تشيله ما فيه وزن، فاهم قصدي؟ نعم. فهذه هي الفورمه. الفورمه شلون تجي للطير اخوي احمد؟ تجي بطريقه تدريج، ما مستحيل انك تدخل الفورمه اكيد من اكيد اكيد اكيد. واذا مريت عليها يمكن تمر عليها ما تقدر توقف حتى عليها، فاهم نعم قصدي؟ لانك انت مو عارف شلون وصلت لها اصلا. صحيح. فهي الطريقه اللي انا اقصدها اخوي احمد، بالتدريج يوصلوا لها. لما تدش الحمام اخوي احمد، الحمام يبني عضل، فهم يشوفونه يضخم شويه حجمه، فيظن انه شنو الحمام سمن، هذا ما سمن. انت تريد عضل على قولتكم، تمام. مستحيل يبقى الطير على شكله، لازم يصير اضخم شكله، تمام، لانه قاعد يبني عضل. فانت تكرمه بالاكل ويبني عضل، فالعضل هذا سبحان الله لما يقعد ياكل الطير ياكل بعدين يدخل بالفورمه. اذا دخل بالفورمه اخوي احمد يختفي الوزن. تشوف الطير تشيله خفيف، تشيل الصغير خفيف، كلهم ما بيهم وزن، فاهم قصدي؟ نعم. ليش؟ لان الحين دخل الفورمه. الفورمه الوزن غير ملموس، يعني انت تشيل الطير ما تحس فيه، فاهم قصدي؟ نعم. والطير جدا راقي، تلقاه ما عليه اي قصور، ما شاء الله تبارك الرحمن. فلما يطير للساعه ويطب كانه ما طار، يطالع كذي، والحمام دائما بقوه وحيويه وحركه، فاهم قصدي؟ هذه هي الفورمه. فاذا قصرت عليه انت اخوي احمد وطيرته، يعني مطيار وتقصير بالاكل، راح ياكل من اللحمه، بس ما راح يطيح اليوم، راح يطيح من 15 يوم الى 20 يوم يطيح الحمام، فاهم قصدي يا اخوي احمد؟ اي، نعم. فما تتخيل انه بسبب تقصيرك بالاكل، لانك انت مقصر صار لك 20 يوم، فما تتخيل هالشيء هذا. وهو السبب الرئيسي، لانه قاعد ياكل من مخزونه ومن لحمه، وبالنهايه يطيح الحمام، يدش بالاسهالات وينتلف، ما يصلح خلاص. نعم. الا عاد تطوف له سباقين او ثلاثه. فانت ليش توصل المرحله؟ يعني الحمام لازم، ما يفوز الا الحمام القوي يا اخوي احمد، ما صحيح. يفوز الا اللي معبى طاقه، ما الا الحمام اللي فيه تشوق للطيران، يستمتع وهو يطير، يتباهى بنفسه. هذا الحمام هو اللي يغلب اخوي احمد. شلون صحيح. توصل انت؟ اللي قاتل ترى الروح مو الجسد يا اخوي احمد، صح. فاهم قصدي؟ صحيح. بدليل انه يقول لك اقتلهم معنويا. معنويا شنو معنويا؟ معنويا يقتل روحه. اذا قتلت روح انت، من اللي قاتلك؟ ما حد يقاتلك خلاص بعد، فاهم قصدي يا اخوي احمد؟ صحيح. فلازم يعرفون الاخوان دائما ان الروح هي اللي تقاتل مو الجسد، فاهم قصدي؟ نعم. لان ليش يقول حتى الطفل يقول لا تكسره؟ ليش لا تكسره؟ لانك اذا كسرته خلاص قتلت روحه انت، فاهم قصدي؟ هو سليم ويطير وينزل وكذا، بس ما في روح المقاتل، انت قتلتها. فهي الشطاره انك تحافظ على روح الطير ومعنوياته وتعطيه شخصيته، يعني ما تضغطه. شنو اللي يدمر شخصيه الطير اخوي احمد؟ اللي يدمر شخصيه الطير الضغط الزايد، هذا يدمره. يعني تخيل انت طير بحيويه ونفسيه، وانت ضغطت عليه فيكون مرهق وتعبان حتى ما له خلق يتحرك، وهذا مو طبعه، انت دمرته، انت خليته ما يفكر حتى بطبعه، راح منه، فاهم قصدي؟ فهذا الغلط. يعني انا اعتبر ان اللي يعرف نفسيه الحمام ويحافظ عليها، هذا قطع 70% من حسن الاداره صراحه. صحيح. ترى الحمام مهما كان قوي يا اخوي احمد، نعم. يريد له واحد اشطر منه، فاهم قصدي؟ نعم. عشان كذا نفس ما قلنا برشلونه وريال مدريد يجيبون اغلى اللواعيب بالعالم، ما يروح يجيب له مدرب اي كلام يقول خلاص بعد احسن لواعيب عندي راح افوز انا، اجيب واحد رخيص يدربهم. لا، يروح يجيب له مدرب اغلى من اللواعيب نفسهم، فاهم قصدي؟ نعم. نعم. ليش؟ لان هذا المدرب هو اللي راح يدير هذه الكوكبه. بالعشوائيات ما تجي يا اخوي النجاح، ما يستمر معاك بالعشوائيات اخوي احمد، صحيح. فاهم قصدي؟ اي، نعم. الشطاره تبتدي من الهاوي نفسه. يعني للامانه الحمام الزين كثير، وعند ناس واجد والله العظيم، انا ما اظلم احد ان شاء الله، ولكن من اللي الشطار بالاداره؟ تعال تلقاهم هم ناس معينين اغلب شيء يتكررون، ويطلع معاهم مرات ناس يعني شاطر ويقدر يفك الشفره ويطلع من حاله، بس دائما يتكررون. ليش؟ لان عندهم برنامج. الحمام لازم نظام، ما في نظام اسمه عشوائيات. اليوم والله مزاجي زين اجي لا خلاص. انا اخوي احمد اذا بديت بلشت بالفيتامينات، عندي الاحد اللي هو فيتاميني، الثلاثه اكترولايت، الخميس الخميره وزيت الثوم، بس كافي، وملاح بجميع انواعه.
بس هذا الطريقه اللي انا اتعامل مع الحمام فيها. ما يريد اكثر من كذي، ويريد نظام اللي هو مطياره الصبح ومطيار عصر خفيف، ومطيار هذا بعد ما يتعدى عليها، ولا يطوف الزمن اللي انا احطه له. يعني احط له ساعه خلاص ما يعديها، العصر عنده نص ساعه ما يعديها، ممكن يطير فيها مطيارين الى 3 ما عندك مشكله. فاهم قصدي؟ نعم. فانا متحكم فيه. هو تلقاه يريد بعد يقدر يطير له ساعتين، بس انا ما اخليه. ليش اخوي احمد؟ لان انا قاعد اليقه وبنفس الوقت قاعد اعبيه طاقه. انت فاهم قصدي؟ نعم. فانا انا لما اضغط عليه انا ما راح استفيد، انا راح افضيه. ليش افضيه؟ انا به هو في قوه وانا ماسك عليه. نفس الحصن هذا اللي يقولون بالسباقات اللي قلناها، من يبطلون عليه من الحصن تلقاهم على طريق واحد وعلى سرعه معينه وكل واحد ماسك على حصانه، بس من يلف الخط السيده على طول تلقاه يبطل على الحصان ويخلون الحصان هني يطلع قوته. ليش؟ لان اذا فض الطاقه بالبدايه ما راح يلقاها بالنهايه اخوي احمد. فاحنا بنحافظ على طاقه الطير، ما نخلي انا الطير الحمام اذا مثلا بيطير ساعه وطار اليوم ساعتين اعاقبه العصر ما طلعه وبكره ما طلعه. ليش؟ ابى ارد اعبي الطاقه مره ثانيه. لان اذا انا خسرت الطاقه خسرت الروح مالت الطير، خلاص راح يتدمر. ما عاد هو يطقطق ويلعب ويسحب وكذا، ما في الكلام هذا. تلقى طاب وخدران لان ارهقته. فاهم قصدي يا اخوي احمد؟ اي نعم. هي شطاره يعني الواحد لازم يصبر. شوف الحمام اذا ما بيك صبر يا اخوي احمد راح تدمره، صدقني راح تدمره. واذا الناس تطير حمامك وتنزله وتسمع كلام اي واحد يقول لك راح يتدمر حمامك. لازم رايك براسك وتعرف ان رزقتك راح تجيك، ما حد ياخذ رزقة احد. فاهم قصدي؟ اي نعم. هذه من الاساسيات يا اخوي احمد. نعم. رحم الله انا والله بارك الله بك. اخاف احد عنده سؤال، اذا عنده احد سؤال بهاي الفتره اخوان سؤال معين. زين ابو فواز، اكو لقاح ممكن يلقحون هسه قبل فتحه الحمام تطعيم؟ والله شوف احمد، التطعيم هذا هو المشكله صراحه اخوي احمد. اكبر خطا انك تيجي تعطي حمامك تطعيم حتى لو تشوفه صاحي قدامك، وتيجي تعطيه تطعيم ويطيح الحمام يقول لك التطعيم مضروب. لا مو مضروب التطعيم، انت طريقتك غلط. المفروض انك تعطي ادويه اللي هو 4 بواحد 3 ايام كورس، اللي هو طبعا مو التنفس، نتكلم عن كوكسيديا وسالمونيلا وكنكر. تعطي منه وبعدين تيجي تطعم. هني صح الطريقه هذه. بعدها باسبوع الطعم ما عندك مشكله. اما تيجي على طول تقول والله شوف الحمام زين، اكيد انت تشوفه زين وداخل اللف، بس لما تطعمه اذا في خلل 5% انت نشطته وتمكن من الحمام. بعدين اذا طاح الحمام خلاص بعد ما تلحق عليه يا اخوي احمد. فاهم قصدي؟ لان الحمام اللي مو مطعم ويصاب بمرض يروح منه 80%، اللي يسلم 20%. يعني ابو فواز يعني ما يعالج ما يلقح حاليا قبل فتحه الحمام؟ اول شيء يخلص كورسه. اذا يبي يطعم لازم يخلص الكورس اول شيء يا اخوي احمد. اي يعني حتى لو ورا فتحه الحمام يقدر يطعم يعني؟ انا طعم مره واحده، من يطبون الفروخ اطعمهم واحده، ما اطعم بعدها صراحه يعني اتكلم عن نفسي. بس فيهم ناس يقول لك لا يعني مدته 6 شهور لازم تطعم مره ثانيه وكذا. صحيح كلامهم يا اخوي احمد. فاهم قصدي؟ بس الفيروس شنو اخوي احمد؟ الفيروس انت تزرعه بالطير على اساس ان المناعه تتعلم عليه وتعرفه، صح ولا لا؟ هو لما يدخل عليه هي تقاومه وتحط مثل ما تقول، ويكون عنده يعني مر عليه الفيروس المناعه وعارفتها وكذا. بس اهم شيء يا اخوي احمد ان الحمام يكون بعمر واحد كله الموجود ويا بعض، ما يدخل عليه شيء. الحمام اللي يشتغل عليه كله مره واحده، ما يصير في حمام ناقص وحمام للحين وحمام صغير. لان الحمام الفروخ الصغار مع الحمام الاكبر منهم اللي 6 شهور 7 شهور 8 شهور هذا ممكن يمرض الحمام. لان المرض اذا دخل على اللوفت اخوي احمد ما يتمكن من الحمام القوي الكبير بالعمر هذا اللي فوق 6 شهور، فممكن يتمكن من الفرخ ومن خلال الفرخ يعدي الحمام كله. فاهم قصدي؟ فعشان دائما الحمام لازم يكون عمره واحد افضل شيء. صحيح. يعني هذا من الاساسيات يعني. اي اخي معاذ العرجي، شوف سيدنا حبيب الغالي، الحمام مالتك احتمال يعني هذا الحاله اللي تصير عندك احتمال بيها كبير انه الكبد مالها مضروب. الكبد من ينضرب هي تصير الحاله مالت الحمام، فاحتمال كبير الكبد مالها مضروب. فيها واحد الاخوه يقول اني ما اجر الحمام. يا اخي تتاخر، اذا ما تجر الحمام راح يتاخر، صدقني راح يتاخر نص ال 11 يلا يكمل العاشر. لا هو الغصب احمد عشان هو يعرف، بس اخونا الغصب من الجر انك تساوي الحمام كله على مسطره مره واحده، ما بي حمام.
فاهم قصدي؟ مم. اللي ما يقص نفس ما قال اخونا احمد راح يتعرض، هذا توه وهذا ما تقدر تضغط عليه، هذاك ريشته بيها دم، فتصير خربطه عندك باللفت. اي نعم. بس أي. اهم شيء الصبر يا اخوي احمد على الحمام، اهم شيء صح الصبر صح. للأمر. يعني اول ما تفتحون على الحمام اتمنى اول 15 يوم لا تطيره نهائي، لا تطيره، بطل عليه الساعه 2:30 ودخله وقت العشاء بس، وخلك على هالحاله هذه اقل شيء 15 يوم وفوق، عشان الحمام ما يحوش تمزقات. لان الحمام اذا حاش تمزقات تشوفه يبغبغ ويلعب ويتدربه ويجي وكذا، بس ما يفوز لانه ما يشد على نفسه، شنو الفائده؟ فانت تظن ان الحمام مو زين، وممكن الحمام منتلف من التمزقات. فانتبه للشيء هذا، لا تستعجل على الحمام، اهم شيء هو يعرف قدرته الحمام. ابو فواز، يعني هسه احد الاخوه يقول الحمام متلك حاليا، يعني هم اعالجه او مثلا ممكن علاجات ما تحرق ريش، ما تاثر على الريش؟ لا، يخلي التنفس اخر شيء يا اخوي احمد. نعم. يبلش بالكنكر، بعدين يبلش بالكوكسيديا سالمونيلا، بعدين يكون صفى الحمام. التنفس اللي الكوكسيديا، العفو، الكنكر اللي ما يحرق ريش. عاد هو شوف، انت قلت كلمه احمد والله نبهتنا الله يجزاك خير. الادويه اهم شيء يا اخوي احمد، الادويه صراحه. يعني انت لا تتعب الصيف كله وتتعب بالحمام وتتكلف بفلوس وتتكلف بكذا، واخر شيء تجي عند ادويه يقول لك هذا ارخص ويعالج اكثر وكميته اكبر. اخذ الشركات المعروفه عالميا عشان تخلي العيب بالحمام، مو فيك انت وانا اخوك. لا تقصر على الحمام. نعم. ترى اللي يقول ما في حرب بدون خسائر، لا تجي عند اخرها وتخرب على نفسك. ما في الادويه ترى، واي دواء تجربه انتبه لازم يصير به اختبار، كل دواء تستخدمه شلون تعرفه؟ اذا كان الحمام ياكل 3 قلاصات عشان تختبر الدواء فعال ولا مو فعال، هذه نقطه اساسيه يا اخوان. اذا ياكل 3 قلاصات وجيت اعطيته علاجات اللي هو السالمونيلا اخونا احمد، بعد ثانيهم الحمام ياكل 3.5 قلاصات راح يبين صحيح. وتزيد حيويه الحمام. اليوم الرابع راح ياكل 4 قلاصات وراح تصير به حيويه قويه، صح ولا لا؟ نعم. فهذا انت تعرف ان الدواء هذا فعال، بدليل انه زاد اكل الحمام وزادت الحيويه. اما الدواء اللي تستخدمه بعد 4 ايام ونفس الكميه ياكل الحمام، فثق تماما ان هذا دواء تجاري. فاهم قصدي؟ نعم. اي نعم. يقول ابو رضا معتز، يقول علاج السالمونيلا ضروري لو لا؟ وش قد فتره العلاج؟ السالمونيلا هذا هو قلنا اخونا احمد، اللي هو 6 ايام او 7 ايام وتوقف يومين وبعدها تردها 3 ايام عشان تذبح البيض ماله. هاي هذه الطريقه مالتها. اي نعم. علوش حبيب الزيداوي، هو افضل وقت 1/10، يعني ليش تستعجل قبل فتحه ال1/10؟ يعني لا تستعجل على شوف التعليق. يا اخوان الله يخليكم، مثل ما قال اخونا احمد، انت لا تحدد التاريخ. أي. الحمام هو متى يطلع، لا تسوي شيء قبل وقته، لا تمشي على التواريخ، امشي على حمامك. انتبه، حتى لو يطوفك خله يطوفك سباقين ترى ما يضرك. يعني 90 كيلو 70 كيلو 100 كيلو ما يضرك نهائي، تقدر تدخل الحمام على طول 200 كيلو ما عندك مشكله، بس خله يجهز. لا تضغط على الحمام، لا تخلي التواريخ اللي تتحكم فيك. جاء التاريخ لازم خلاص اروح اطير، لا غلط. الحمام لما تخلص شغلك كل شيء بوقته وانا اخوه، لا حد يستعجل عليه للامانه. ابو فواز، تعالج الكوكسيدي لو ما تعالج؟ يقول هسه ماكو رطوبه، يعني نعالج لو ما نعالج؟ يا اخوي انا بعالج من كل شيء، لو ما في شيء يا اخوي احمد انا بنظف الحمام على اساس لما يصير عليه ضغط ما يطيح علي الحمام يا اخوي احمد، بعدين اجي اتورط لازم ارد اعالجه. شلون بعالجه وانا ما عندي الا شهر حق الطيران؟ يعني شلون بعالجه؟ ممكن اعالجه مثلا كوكسيديا وكنكرسويه؟ ايوه عدل. تمام. إيه نعم، بس دواء اهم شيء يكون دواء جيد يعني، واهم شيء الادويه الزينه الشركات المعروفه. نعم. هذا القصد. محمود الجبوري، ما يخالف افتحه هو 1/10 من يكمل حمام، لا تستعجل عليه. اي نعم. اي نعم. مصطفى العراقي، احنا ان شاء الله راح نسوي حلقه خاصه بس للتدريب، يعني لا تستعجل لان هسه ماكو تدريب. ليش مستعجل؟ نسوي لنا حلقه خاصه للتدريب ان شاء الله. اهم شيء امشوا بالكورس وباذن الله ما راح تندموا، صدقوني يا اخي. ابو علي الفلاحي، بس نجاوب هذا السؤال ابو فؤاد. ابو علي الفلاحي، هو كل الامراض تسبب اسهالات،
يعني مو مجرد انه هو صار اسهال احنا راح نعرف شنو اللي بيه، فيفحصه افضل. يعني هسه انت قلت لي صار اسهال، ما نقدر نحدد شنو المرض اللي بيه، اذا يفحصه هو ويشيك بعد افضل. لا وبعدين احمد، ترى اخوي احمد الهواة الجدد يمكن ما يعرفون الحمام ترى لما يطير ويطب على طول يسهل، فطبيعي هذا. انت حس بالك انه مريض، لا مو مريض هو، هذا طبيعي لا لا هو انت يطب من اي جسمه. ابو فضل اي اول سباق دمج، كل سباقاتهم دمج، ما عندهم نادي واحد يفك واحده، كل سباقاتهم دمج. لا اول 15 يوم تفتح عليهم العصر، هذا اخونا يسال اي اخونا اي بطل عليهم من الساعه 2:30 وتعلم الساعه 4 ودخلهم ووكلهم وخلك على هذه الطريقه اخوي. واول يومين اذا كانوا ياكلون 3 قلاصات عطهم قلاصين على اساس ما يتعبونك بالدخول. أي. بالخدمه حبيبي ابو مهدي، ابو مهدي مو بالخدمه صعب، الامر. يبي له شويه صبر وترتيب، مو عشوائي. نعم اخوي احمد، اسف قاطعتك. اي لا لا الله يسلم الولد، ماكو مشكله. هو احد عنده سؤال بخصوص منها فتحه الحمام، حتى نخلي حلقه خاصه فقط قبل فتحه الحمام، احد عنده سؤال او استفسار احنا بالخدمه. بعد اخوي احمد الله يخليك، واللي يعطي الاكل للحمام لا يشيل الماء. اول شيء تحط الماء البارد مع العلاج او فيتامين او الماء الصافي كيفك، اول شيء تحط الماء عنده بعدين تعطيه الاكل. غلط. انا اشوف كثير من اخوي احمد يطيحون بغلط، شنو يشيلون الماء عن الحمام، يقول لك ابي ياكل اكثر. الحمام لما يجي ياكل اخوي احمد يكون ريجه ناشف، فاهم نعم قصدي؟ بعضهم الحبه ببلعومه ما يقدر، فيبي الماء، يبي يشرب له جرعه عشان يرجع ياكل، مو قادر. صحيح صحيح. فاهم قصدي؟ فانت شايل عنه الماء، الحمام ياكل اكثر الحبوب عنه وهو قاعد يتعامل مع هالحبه اللي بحلجه. فطبيعي الماء ترى يا اخوان ما يسد النفس يا اخوان، مستحيل يسد النفس. نعم هذه نعمه من الله فيها حكمه يعني. صحيح. لا لا حبيبي الغالي ابو عباس البهادري، لا لا ما يعالج ادينه، ما يحتاج ادينه، لان الادينه هو مرض يعني، فما يحتاج انه يعالجه. اخوي الغالي عباس العراقي، عباس العراقي والله هو ابو فواز يعالج قبل فتحه الحمام، كل واحد عنده طريقه. اي نعم. بس خلي ببالك هو يقول لك ماكو، ما يضل وقت مثلا، انت ممكن هم تعالجه ورا فتحه الحمام، واكيد انت ابو فواز قال لك كل اسبوع، يعني انت ممكن ورا فتحه الحمام هم تعالجه مثلا 3 مرات، 3 جمع يقول لك تعالجه، 3 جمع تعالجه لا حتى تقضي على الديدان وبيوضها بالكامل. واخوي احمد احنا اذا عالجنا الحمام باللوفت طلعناه بعدين مم. ما عاد يصعب علينا، اذا الحمام تعب شيء ولا ارهق نعطيه 3 ايام وقايه بس كافي. فاهم نعم قصدي؟ فيرد فورماته ويرجع بقوته، لانه هو اساسا منظف. بس بين فتره وفتره يحتاج الحمام فورمات اخوي احمد، نفس التلفون يثقل. فاهم نعم. شلون؟ يتعب من الضغط، يتعب من الاكل، يتعب من التدريب، يتعب من الاجواء، اشياء واجد كثيره تتعبه. ابو فواز الكنكر يقول كم يوم ننطي؟ الكنكر مو اقل من 5 ايام، من 5 الى 6 ايام بس. يعني فقط بس وقت العشاء. اي نعم. بس ها اخوي احمد بالعلاجات يا اخوان، اللي بيعطي مثلا نفس الكنكر، احنا اذا خلصنا الكورس راح ناخذه معانا، الكنكر يستمر معانا كل 15 يوم نعطي. اي بالعلاجات وقت البرد اخوي احمد، اذا اي قال نعم لك على 2 لتر حطها على 1.5 لتر. ليش؟ لان الحمام ما يشرب ماي واجد بالشتاء اي اخوي احمد، ويكون العلاج مركز اكثر شويه. فاهم قصدي؟ اما بالصيف لا، على 2 لتر على 2 لتر لانه يشرب كميات، ما عندك مشكله. هذه نقطه اساسيه اي ترى نعم اخوي احمد. نعم. اخي العزيز اكو علوش الزيداوي، اكو كنكر ما يحرق ريش، النسبه مالته 10% 8%، يعني التركيز ماله، فكنكر هواي اكو ما يحرق ريش، وانت راح تعطيه بس بالعشاء، ما ياثر على الرقب مالتهم. تقدر تبلش بيه انت يوم 15، تقدر تعالج بيه تبلش بيه يوم 12، تبلش بيه يوم 10، حسب انت فتحه الباب مالتك ايش وقت تفتح، تفتح 5/10 تفتح 10/10، انت تحسب الوقت مالك 5 ايام كنكر، 7 ايام سلمونيلا كذا، تجي تحسب وقتك انت وتبدي تشتغل عليه. ابو فواز واحد الاخوه يقول العلاج لازم من الشركات معروفه، لازم يعني. والله افضل شيء يا اخوي احمد الشركات المعروفه العالميه. ليش؟ لان احنا ما نقدر نكتشف اذا كان تجاري او لا. يعني الشركات المعروفه افضل من شيء ما تعرفه صراحه. صح انه اغلى وهذا وتكلفه. اي
لا لا ابو علي الفلاحي تفتحن سوي. ابو فواز قال لك تفتح من تفتحن تفتح سوي. اي بس بوقت العشاء. علاج السالمون اللي كرار المالكي بس بوقت العشاء تنطي العلاج كل العلاج. نعم. وبعدها بساعه يشيل العلاج خلاص، يحط له ماء صافي كافي. اي نعم. اي نعم. والجميع طال عمرك راح يبيضون اول يوم، تبيض النثيه بس ما في رف وما في حضانه وما في كذا، فتنكسر البيضه. وبعدها عاد بعد ال 15 يوم انت عاد راح تشتغل عليهم وتطيرهم الصبح، تمام. فهني الحمام من يبتدي عليه الضغط النثايه تفصل تلقائي سبحان الله، ما عاد في شيء يربطها باللفت، فبسرعه تتليق وياك. هذا الحكمه فيها. وبعدين احنا راح نخليهم يبيضون قبل السباقات، نعطيهم البريك ونحطهم الفخار ونحط كذا ونخليهم هدد ونحط، يعني راح نقلب نفسيتهم 180 درجه. اي نعم. اخوان احد عنده سؤال؟ الله يرحم لي والديك ابو فواز والنعم منك ابو فواز. الله يرحم لي والديك. الله يرحمه يا والديك يا اخوي احمد. الله يسلمك. نشوف ابو نرجس موجود ما موجود نقدر نصعده. ما اعرف يمكن ما موجود. ابو عسل نريد منك تفيدنا هنستخدم علف عراقي. يا حبيبي يعني شوف باوع، هو اكيد باوع، اكيد العلف الاجنبي هو افضل. اكيد العلف الاجنبي هو افضل 100%. بس اكو ناس فازت بالعلف العراقي. نعم اكو ناس فازت بالعلف العراقي. بس العلف الاجنبي تعرف انت شغله كله مختلف بالكامل. واكيد الحمام راح تكون يؤدي نتيجته افضل تكون. زين. ومتخصصين اخوي احمد اللي مسوينها يعني اي متخصصين. صحيح. صحيح. صحيح مخصصي لك هذا مال اول يوم، هذا مال ثاني يوم، هذا مال تخفيف، هذا مال تصعيد وزن. هم حاسبين لك بحسابات هوايه هواي خلي لك بحسابات. بالخدمه حبيبي محمد السوداني، بالخدمه تؤمر امر. ابو مهدي حبيبي بالخدمه تدلل. هو شوف يعني هو عباس العراقي هو دي يقول لك عن تجربته. المالك كبير ابو عسل. الله يسلمك حبيبي علي المالكي بالخدمه. الله يسلمك. ابو مهدي طبعا ضروري هسه حاليا التلك، ضروري الحديد يصعد بالجسم، زياده الدم ضروري جدا جدا. لان انت من تعطي الحديد حاليا والحمام دا يتلك، طبعا الحديد بكلش فوائد. انا اعتبره يعني اعتبره هذه الماده اعتبرها خارقه. الله يشهد انا اعتبرها ثوره. الحديد انا اعتبره ثوره صراحه. لان هو يرفع المناعه وكرات الدم الحمراء والبيضاء. وتعرف انت كرات الدم البيضاء مسؤوله هي عن المناعه. والطير من تصعد مناعته يقاوم الامراض، يقاوم الفطريات، يقاوم المشاكل كلها. يصير عنده قوه، يصير عنده حيويه. الريش مالته يطلع بنعومه، كثافه ريش تطلع كامله. كله بسبب زياده الدم. من الزيد الدم عنده الطير يرتاح، ما عنده نقص، عنده كل شيء. يعني هو كلها مسؤول عليه الدم. فانت من تنطي دم، انا دائما اشرح اقول الدم الحديد، انطوا الحديد دائما راح تشوف الفرق من السماء للقاع. وثاني شيء الدم هذا من تعطيه انت الحديد من يزيد عن حده ما يضر، يطرح الجسم، ما بي مضار ما بي مضار. من يزيد الدم عند الحمام ما بي مضار. ليش؟ لان اذا زاد عنده اقصى حد اللي يسوي يقوم يتلك، يقوم يبدل لك الريش مالته. فهذا اقصى شيء له. يقول السلام عليكم اخي ابو عسى، اقدر انطي بالجاص؟ اي عادي انطي بالجاصول ماكو كل مشكله حبيبي حسن قاسم. علي العراقي ان شاء الله حلقه خاصه على فتحه الحمام. ابو عبد الله الشمري السلام عليكم، ننطي الفطريات قبل الكنكر؟ لا انطيها ويا الكنكر ماكو مشكله، انطي يا الفطريات اخوان الحين بس اشتغلوا على الادويه وخلصوها انزين، وكل اسبوع نفس ما قال اخونا احمد راح نبتدي واحده واحده، عرفتوا؟ وباذن الله راح يتغير الحمام 180 درجه، يعني خاصه المبتدئين يوكل الله ويصبر، بس لا يضغط على الحمام اهم شيء. اي نعم. الله يجزاك خير ابو فواز ويرحم لي والديك. حبيبي يا ابو عسوله، حبيبي الله يسلمك انت والاخوان كلهم. الله يسلمك. نحاول بلكي نصعد ابو نرجس اذا ماكو. يا يعني احنا هلا لازم نسوي بيه بث، لان اليوم تعتبر هي الحلقه الاولى. فاحنا ما نريد نتاخر ونريد الاخوه هم يستفادون، عنده يكون عنده خيارات هوايه. والله احنا بنفس الخسرانين اذا ما طلع ويانا بعد.
نفس طريقه ابو فواز ممكن انت تطبق الحمام ماكو مشكله. مثل طريقه ابو نرجس يفرد الحمام. فعندك خيارات هوايه متعدده، تقدر تمشي على هاي الطريقه، تقدر تمشي على هاي الطريقه، والخيارات تصير عندك انت. فاذا ما قدرنا نصعد راح احاول اخليه هو يفتح بث، هو يفتح بث بالجروب مالتي واني اصعد وياه، احاول يعني جهد الامكان. والله كان ودنا ويانا بس عاد ما صار نصيب، شو نسوي؟ اي سبحان الله. يا اخوان الحين خلصوا الادويه بس اهم شيء يا اخوان، ولا يشغل بالكم شيء، صدقوني كل شيء رزقتك راح تجيك في النهايه. بس التزموا بطريقه الاكل والتزموا بكذا. لازم اذا كان تمام وراح الرفه لازم يبقى اقل شيء ربع فنجان موجود بالصحن. اللي يقول لك يسمن ما يسمن قول له ان شاء الله انا بيه يسمن، عارف. ففي النهايه اذا بنى عضل وهذا هو راح يدخل الفورمه، راح يختفي منه الوزن هذا ويصير ينقلب كله عضل. هذا ما عليكم شاء الله. السلام حبيبي الغالي مرض العايش، عليكم السلام حياك ورحمه الله وبركاته. فيصل، حياك الله. البطل محمود الكوري حبيبي، ان شاء الله كل جمعه نسوي حلقه خاصه لها، نسوي حلقه كل جمعه. مصطفى العراقي حبيبي تقدر تدخل على البوسترات وتشوف طيره مالتي نجمه شو مسجله، وتشوفها كم سنه مسجله، وشوفها بكم نادي داخله ومسجله، النتائج كلها مالتها، وبعد نتائج ابنائها ايضا، هم سوبرات بناتها 3 سوبرات هم تقدر تشوفهم. طبعا مو يمي بناتها، يم غير جنايه فازت، وامها وابوها معروفات، يعني اكو شرح عنها مفصل كامل، يعني مو حاليا مو وقت هيك مواضيع. وهم احمد الحلقه اللي قبل سويناها باليوتيوب اذا تذكر، اللي فتح اي الحمام نعم، اللي انت نزلتها في اليوتيوب هذه، يقدروا يدخلون عليها يكتبون احمد ابو شعر قبل فتح الحمام. هذه فيها التفاصيل كلها، عرفت؟ اذا حد ناسيه، فيها مخزون معلومات ذهبيه للامانه. اي نعم يعني علي الدريمي حبيبي، الله يسلمك ويحفظك يا حبيبي، الله يعزك. يحصلونها باليوتيوب يدشون عليها ويسمعونها، يعني فيها فوائد كثيره صراحه. ماشي يا ابو فواز، احنا ان شاء الله نشكرك ومشكورين هذا منك، راح نحاول بس الله كان حسناتك انت والاخوان كلهم. نحاول نسد البث، واذا قدرنا نفتح بث ويا ابو نرجس ان شاء الله نحاول وياه. ايوه نحاول نكمل. قول الحلقات اللي هني راح تنزلها انت باليوتيوب، يعني اللي ما شافها يقدر يرد يشوفهم. بالضبط اي نعم، بالضبط ان شاء الله ان شاء الله. الله يوفقكم جميعا، ومشكور اخوي احمد على هالضيافه. بالخدمه ابو فواز، تحياتنا لكم جميعا، وان شاء الله الله ما قصرنا، ويرحم لي والديك ابو فواز، وتحياتنا للجميع. واي واحد يحتاج اي معلومه بخصوص هذا الطريقه يقدر يتصل بابو فواز، يراسله على المازنجر وياخذ المعلومات من عنده بالكامل. تحياتنا لكم، وحنحاول من سد البث نحاول ان نفتح ويا ابو نرجس اذا قدرنا ان شاء الله، واذا ما قدرنا نشوف لنا طريقه احتمال باكر نسوي، يعني بجهد الامكان باي وقت نسوي حلقه حتى نمشي الحلقات الباقيه. تحياتنا لكم وفي امان الله.